يا عبيدة قوم أمام الطلاب وقول لنا إيش بيشتغل أبوه. فقام أمام الطلاب وأمام الطابور الصباحي وقال لهم أبوي بيشتغل دكتور. فقال له مدير المدرسة أمام جميع الطلاب وأمام جميع المعلمين: تقصد أن أبوك يشتغل جاسوس؟ في يوم الأربعاء الماضي في مدرسة صالح الرحبي في محافظة عمران اليمنية، الطالب هذا اللي اسمه عبيدة بن مجاهد من أبناء محافظة عمران وفي الصف التاسع الإعدادي، خرج هذا الطالب في الصباح الباكر علشان يلحق على الطابور الصباحي. وبعدما أكمل الطلاب التمارين المدرسية قام مدير المدرسة هذا اللي اسمه مهدي حسين بمناداة هذا الطالب اللي هو عبيدة. نادى هذا الطالب علشان يقوم أمام الناس وأمام الطلاب وأمام المعلمين ويسأله هذا السؤال. سأله المدير وقال له: إيش يشتغل أبوك؟ وش هذا الوظيفة اللي يعمل فيها أبوك في صباح كل يوم؟ فقال له: أبوي يشتغل دكتور. قال له مدير المدرسة: تقصد أن أبوك يشتغل جاسوس؟ طبعا والد هذا الطالب تم إلقاء القبض عليه قبل تقريبا شهر أو شهرين، وكانت التهمة الموجهة له بأنه يعمل جاسوس مع الدول الغربية، وقبل أيام قليلة تم الحكم عليه بالإعدام. فقال له: تقصد أن أبوك يشتغل جاسوس؟ وهل تدري أن أبوك الآن تتم محاكمته ويمكن يحكموا عليه بالإعدام؟ طبعا جميع الطلاب وجميع المعلمين انصدموا من هذا الموقف، وأما هذا الطالب المسكين فتحمل وصبر على هذا الكلام حتى انتهى هذا المدير من كلامه. وبعد هذا الموقف المحزن أخذ شنطته وتوجه إلى البيت وهو يبكي بكاء شديد. هذا الطالب ما يدري هل يتألم على فراق والده وعلى هذا التهمة الموجهة لوالده والمصير اللي ينتظره والده، أم على هذا المعاناة وهذا التعامل وهذا الموقف السيء من هذا المدير. وأما مدير المدرسة هذا اللي المفروض أنه يربي هذه الأجيال ويعلم هذه الأجيال، فعل هذا الموقف اللئيم وقال هذا الكلام اللي أحرق قلوب اليمنيين جميعا. طبعا هذا الرجال قام بالاعتذار من هذا الطالب، ولكن اعتذاره ناقص جدا. المفروض أن يعتذر من هذا الطالب وأن يقوم بتكبير رأسه أمام جميع الطلاب وأمام جميع المعلمين، وفي نفس المكان اللي قام فيه بالاعتداء على هذا الطالب المسكين.